بعد رحلة طويلة وصلنا مدينة كاندي، المدينة اللي لحد النهاردة بتعتبر القلب الروحي لسريلانكا. أول حاجة هتلاحظها إن المدينة كلها هادية، في بحيرة ضخمة في النص وجبال خضرة من كل ناحية، لكن وسط الهدوء ده في مكان مختلف تماما، مكان ناس كتيرة بترفض تطلعه، بيعتبروه أخطر تجربة ممكن تعملها في سريلانكا، برج أمبولواوا اللي بيطلق عليه برج الموت. وهقول لكم السبب في الفيديو ده، فخليكم معايا. Hi, how are you? Hi. Everything okay? كل حاجة كويس Everything تمام؟ is good. كله This is تمام. Backpacker Hostel. It's very good. This is our friend here, our guide tonight. Hello. Say something to camera. How are you? بدأنا اليوم عشان نجرب واحدة من المغامرات اللي متحمس لها جدا. الطريق لوحده كان تحفة، الطبيعة فعلا ساحرة. Wow. وكل ما كنا بنقرب كان البرج الأبيض بيظهر من بعيد كأنه خارج من وسط السحاب. شايفين البرج اهو اللي هنطلعه على ارتفاع اكتر من 2000 متر فوق سطح البحر. يا شباب القرود في كل مكان هنا حرفيا. خلاص قربنا نوصل. This is the view. طبعا التوك توك اهو، بس عشان المطلع رخم بننزل نتمشى شوية ونرجع نركب. الله سبحان الله على جمالهم. اتوقع دي احصنة برية ولا ايه؟ شكله هو برية. الحماس فل، المفروض هنطلع فوق to the top. خلينا نشوف. قطعنا التيكت ودخلنا رسميا في قلب المغامرة. الدخول من هنا اهو غالبا. From here to the tower. من هنا هتبدأ الرحلة. دي أول سلمة. السلم دي طالع نازل، يعني كل ما تطلع بتضيقها أكتر. فهوريكم واحنا طالعين ايه اللي هيحصل. أول دور خلصناه وهنكمل من بره. هنا تبدأ الرحلة. ناس طالعة واحنا ناس نازلة واحنا طالعين. ده من الطابق الأول لسه بقينا. Very difficult. Come. Very ضيقة جدا، ضيقة جدا جدا. ضيقة أوي أوي أوي. أقسم بالله رعب. دي غالبا اللي ندخل فيها عشان نوسع الطريق للي نازل. لك أن تتخيل أن ارتفاع البرج ده 3567 قدم، غير أن البرج أصلا على قمة جبل. يعني بصوا بقالنا 1 2 3 4 5 أعتقد 5 أدوار كمان. بقالنا شوية عطلين هنا عشان في زحمة فوق، فمش عارفين نتقدم. بدأنا حرفيا في الخطر. أوه ما تفعصنيش. إيه هو زي ما انتم شايفين احنا طالعين وفي نفس المسار النزول، يعني هو الطريق واحد. خلاص ما بقيش الا القليل. زنقونا الناس النازله. يا can go. Are you YouTuber? الدنيا هنا زنات جدا جدا بجد، مش بنتحرك حرفيا. خلاص بينزلوا اهو واحنا ندخل مكانهم ونبقى على القمة. بعد وقت طويل ومجهود خلاص هنا القمة. البرج اهو نهايته بالشكل الحلزوني زي ما انتم شايفين.
ودي كانت واحدة من أقوى المغامرات اللي عملتها. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، لأن الفيديو الجاي هنستكشف جانب مختلف تماما من سريلانكا.